طيب معانا على التليفون، يبقى في دفع. معانا على التليفون كابتن حلمي طولان. ازيك يا كابتن حلمي؟ طبعا. مساء الخير يا كابتن خالد، مساء الخير يا كابتن زكريا. كابتن حلمي ازي حضرتك؟ الله يخليك، وحشنا جدا هذيك والله. سعداء بيك طبعا وبأدائك، وهارد لك الماتش اللي فات، لكن الشوط الثاني الحقيقه كان منتهى التميز يعني. كابتن قبل ما نكمل حالاتنا كان ليك تعليق قوي شويه، رايك؟ كابتن خالد، انا راجل يعني مش اول مره بتغلب. انا اتغلبت قبل كده قدام الاسماعيلي وقدام نادي الزمالك، وخرجت اشدت بالحكام، وكانوا عاملين ماتش كبير جدا بالرغم ان انا مغلوب. لكن انا ما بتكلمش غير لما بحس بالظلم. بحس ان في ظلم وقع على فريقي ووقع عليا كمدرب. يمكن انتوا بتجيبوا الحالات دلوقتي، لا ده في حالات في الشوط الاول ايضا، في ضربه جزاء واضحه جدا لمروان داخل منطقه جزاء النادي الاهلي، وانا الحكم حرمني من انا الاعب النادي الاهلي وهو ناقص 2. في حاله ثانيه لو جبتها دلوقتي، الوائل جمعه بيضرب محمد ابراهيم بكف ايده في وشه وهو بيعدي منه، دي فيها طرد مباشر. فانا الحكم تدخل بشكل مباشر في التاثير على نتيجه المباراه، لانه كان من حقي انه يطرد 2 لعيبه من النادي الاهلي ولاعب النادي الاهلي وهو ناقص 2، واخد بالك، وهذا لم يحدث. تمام كابتن حلمي، يعني يا خالد لم يحتسب الهدف، وهو هدف صحيح 100%. بس ده غلط مساعد الحكم، وكمان الموضوع هي صعبه قوي يا كابتن، يعني صعبه قوي في اللمه دي ان انت تعرف مين اللي لعبها ببوز رجله او مين اللي باصاها، صح ولا لا؟ يا كابتن خالد، الحكم والمساعدين بتوعه بيعملوا ايه؟ يعني هل المفروض ان انا انزل احكم؟ وانا انزل احكم يا كابتن خالد؟ انا قصدي يا كابتن، هقول لحضرتك حاجه، يعني انا بلوم الكابتن فاروق شخصيا في كوره احمد فتحي، الكوره الثانيه كان لابد من انذار لانه شافها واحتسبها. الحاجات الثانيه ممكن يكون شافها ما شافهاش، المساعد اداله الواقعه بتاعه وائل جمعه وتشوفها هل تستحق طرد ولا لا. طب بس انا قلت في اول الحلقه ان انت ليك ذكريات نوعا ما أليمة شويه مع كابتن محمد فاروق. أليمة ايه ده؟ وانا ماسك الحرس 2005 2006 الملعب في استاد الماكس، احتسب عليا ضربه جزاء بره ال 18 ب 2 يارده، والراجل هاني سعيد ما لمسش ابو تريكه، لدرجه ان ابو تريكه طلع قال لي ما تزعلش يا كابتن، الكوره مش بنادي بره ال 18. وهل كان ليك موقف اخر في ماتش المصريه للاتصالات او المصري او حاجه كده؟ محمد فاروق في مصر المصريه للاتصالات او المصري كان ليك موقف؟ الموسم الماضي يا كابتن خالد. مع مين؟ حدث ان اتصال من احد اعضاء الجهاز الفني بالحكم محمد فاروق، واخد بال حضرتك؟ وكان عنده محمد فاروق كان هيحكم للنادي الاهلي الماتش اللي هو بتاع بكره، وكان فاضل 5 ماتشات تقريبا على الدوري ما يخلص، وده الماتش ده لو الاهلي كسبه كان ينتهي الدوري. ده ماتش ايه يا كابتن؟ احد اعضاء الجهاز الفني اتصل بمحمد فاروق، الجهاز الفني بتاع مين؟ يا رؤى بكره الماتش والدوري ونخلص ونخلص بقى بكره وبتاع، وشد حيلك معانا وربنا يوفقك وبتاع. فرد اللي على التليفون قال له يا كابتن انت تقصد مين؟ ده انا محمد فاروق لعيب النادي الاهلي. تتكلم جد يا كابتن؟ انا محمد فاروق لعيب النادي الاهلي. ده ومحمد فاروق لاعب النادي الاهلي هو اللي قال لك هذا الكلام؟ هو اللي قال لي هذا الكلام، وما قالوش لوحدي، قالوا للناس في المصريه للاتصالات ايضا. احد اعضاء الجهاز الفني في النادي الاهلي يعني؟ النادي الاهلي. شكرا كابتن حلمي طولان. بمحمد فاروق اللاعب بدل ما يتصل بمحمد فاروق الحكم. شكرا كابتن حلمي طولان، ده كلام خطير.